عزومة أول يوم رمضان في كل البيوت لازم يكون فيها بط. تعالوا نعمله بطريقة جديدة هتخليه دايب ومتبل صح وطعمه يجنن. تتبيلة البطة: بصلتين مفرومتين ومعاهم معلقة كبيرة دبس رمان، معلقة كبيرة خل أبيض وليمونة، وهنحط كمان التوابل بتاعتنا 7 بهارات ملح وفلفل وحبهان اختياري، هنحشيها جزر وطماطم ورق لورا وحبهان ونحطها في كيس حراري ونحطها في الفرن. هنعمل خلطة المحشي: فرمة 3 بصلات مع كوباية ونص عصير طماطم، احطهم مع بعض يتخدعوا كده، معاهم معلقة ملح. وفي بولة تانية هجيب 3 كوبايات رز مغسولين، شبت وبقدونس وكزبرة، اضيف معاهم الطماطم اللي خدعتها مع البصل ومعلقتين صلصة، البهارات بتاعتي ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وقرفة اختياري و7 بهارات وكمون. اضيف بقية البصل ومعلقة من دبس رمان، ربع كوباية زيت، وهقلب كله مع بعضه وابدأ احشي كمية ورق العنب اللي عندي. بعد كده هجيب حلة وافرشها شرايح بصل وشرايح جزر وارص عليها ورق العنب بتاعي. هعمل الشوربة بتاعت ورق العنب: 3 ليمونات وربع كوباية زيت زيتون، معلقة كبيرة من الصلصة ومعلقة دبس رمان، هحطهم على ورق العنب وهحط كيس واغطي الحل. هتكون البطة خلصت، هطلعها من الفرن. كنت دهنة وش البطة بكاتشب ومستردة وزعتر وزيت زيتون. البطة طلعت دايبة ولذيذة وطعمها يجنن، ورق العنب حلو قوي.